السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو بسيط لكنه مهم جدا في كيفية غسيل الفراخ، ودي طلبت مني انه اعمل فيديو عن غسيل الفراخ علشان البنات اللي لسه داخلة المطبخ حديث تتعلم ازاي تغسل الفراخ وتنظفها. واتسألت كمان ازاي نتخلص من زفارة الفراخ بعد الغسيل. في ناس بتغسلها مثلا كتير وتلاقي برضو فيها زفارة. هنعرف كل ده في الفيديو بتاع النهاردة، وسر من أسرار أمي رحمة الله عليها تعلمت منها حاجة بنستعملها كلنا، ولكن ما بناخدش بالنا إن هي مهمة وبتفيدنا في غسيل الفراخ. هنعرفها إن شاء الله. تابعوا معايا الفيديو. وهنا بذكركم باللايك للفيديو إن شاء الله. هنا بشيل الزيادات الغير مرغوب فيها، يعني الجزئية اللي ورا دي إذا اللي أنا بشاور عليها بالسكينة إذا جاية من عند الفرارجي مش متشالة لازم أشيلها وأتخلص منها، دي ما بتتاكلش وما بتبقاش نضيفة. بشيل أطراف الأجنحة الرفيعة دي بكسرها بالسكينة. لو في جلدة كده عند الفتحة بتاعة الفرخة فيها سل كتير وريش مرهقش نفسي بيها، يعني أشيلها برضو أقطعها. بس ما أشيلش الدهون اللي حوالين المنطقة اللي أنا ماسكاها دي، بتبقى مهمة الدهون دي ومفيدة، ما أشيلهاش وبتبقى نظيفة برضو. بشيل الجزئية دي اللي هي بنكتف فيها رجلين الفرخة أو البط. احنا طبعا هي جاية متشالة أساسا، بشيل بس بقشط، ما بشيلهاش نهائيا علشان أعرف أكتف الطيور. بشيل الفشة من جوه عند القفص الصدري من الناحيتين بصباعي كده أو بصباعين بشيلها. أجي بقى عند الجزء بتاع الرقبة ده أفتحه كده، الجلدة دي أفتحها وأشوف لو فيها أي برضو زيادات مش مرغوب فيها بشيلها. بشيل الجلدة برضو اللي فوق دي لو فيها ريش ناعم هتضايقني، وبشيل لو بدور كويس لو في بقايا من قطعة زور ولا حاجة برضو بشيلها. لو أنا عايزة الفرخة سليمة بشتغلها سليمة وبغسلها من جوه ومن بره زي ما هنشوف بعد كده وهي سليمة. أنا هنا قسمتها من الظهر كده بالسكينة، لو في مقص مطبخ برضو قصها بيه. لو عايزين تسيبوها سليمة كده بعد ما اتقسمت نصين، بس لو عايزين تقسموها بالطول زي ما انا عملت كده اقسموها. طبعا انا بشيل بقى الحاجات المتبقية لسه باقي الجزء بتاع الفشة او اي حاجة من جوه مش مرغوب فيها بشيلها، وبنضف طبعا الفرخة لو فيها ريش ناعم جاية مش نضيفها كويس او اي حاجة. بوريكم فرخة تانية بعيد تاني اهو. نشيل اطراف الاجنحة وبنشيل الجزء اللي هو ورا من اللي هي بقشطها كده بالسكينة من ورا اللي أنا بشاور عليها دي. وبشيل الحتة اللي هي بكتف فيها الفرخة، ما بشيلهاش نهائيا، بس بدخل صباعي فيها كده واقطع من على الوش كده عاملة زي الخاتم كده. طبعا هم هنا بيشيلوها نهائيا تقريبا، ما بيكتفوش الطيور، يعني هي جاية لي كده من عند الفرارجي. احنا طبعا ما بنشوفش الفراخ وهي صاحية ولا بتتذبح قدامنا ولا حاجة، اهي شايلينها تماما. يعني احنا بتبقى الفراخ مبردة في السوبر ماركت، ما بتبقاش او عند الجزار بتبقى مبردة، ما بنشوفهاش وهي صاحية يعني، او ما بتتذبحش قدامنا. بقول لكم هنا ممكن تسيبوها كده لو هتعملوها على صينية بطاطس او لو هتعملوها مشوية، وممكن تقسموها بالنص، وممكن تعملوها 4/4 برضه، او قطع 8 زي ما تحبوا زي ما انتوا حابين يعني. بعد كده حطيت مية بقى في وعاء كبير وابتديت اغسلها بقى. لازم شوفوا بغسلها ازاي، بدخل ايدي بين الجلد والعظم، الجلد واللحم، وبطلع المادة اللي هي بتبقى زلالية دي. انا بوريكم هنا ان انا بحط في مصفى، لازم احط في مصفى علشان المية اللي هتنزل منها متفضلش الفراخ منقوعة فيها، لان المية دي مش نظيفة. فاحط في مية في مصفى تبقى فاصل بين الفراخ والمية اللي بتنزل منها تاني. المية اللي انا بغسل فيها دي مية ما فيهاش اي حاجة خالص، مجرد مية بديها شطف اولي كده، وببتدي اطلع الحاجات اللي انا مش عايزاها في المية يعني اثناء الشطفة دي او الغسلة دي. وابتدي لو في حاجة زيادة، لو في قطعة من جوه كده مش مرغوب فيها، اي ريشة ناعمة هتقابلني او اي حاجة، دي يعتبر دي بنضف فيها الحاجات الزيادات اللي مش مرغوب فيها. زي ما قلت لكم ببص برضو تحت الأجنحة كده. ده الكلام ده بالنسبة للبنات اللي داخلة المطبخ أو أي سيدة داخلة المطبخ حديثا. بصفيها كويس. عملت ايه انا هنا بقى؟ خلاص اتخلصت من المية بتاع الدور الأول ده. ابتدي أغسل إيدي كويس بالصابون، وابتدي أغسل الحنفية على قد ما أنا بحاول أفتحها بظهر إيدي أو كده، بس برضو بصبنها بالصابون. وابتدي أغسل الوعاء اللي أنا غسلت فيه، يعني الوعاء اللي أنا غسلت فيه الدور الأول ده بصبنه بالصابون كده
عشان تخلص بقى من اي زفارة اللي كانت في اول شطفة. والموضوع ده بكرره كل مرة، يعني كل دور بغسل فيه الفراخ بغسل فيه الوعاء اللي غسلته فيه بالصابون كده، وبعد كده بغسل الوعاء اللي انا بطلعه فيه. يعني هتشوفوا دلوقتي مثلا هحط مية هنا وهنزل الفراخ، بعد ما احطها اغسل الوعاء بقى اللي هي كانت فيه برضو بالصابون. هنا بقى جبت الدور التاني بغسله بالملح، ملح فقط. يعني في ناس بتغسل بدقيق او دقيق على مخلوط عليه جنزبيل، مفيش مشكلة. لو ده بينضف وشايفة انه نتيجة كويسة اعمليه. انا بصراحة بغسل بالملح والملح فقط، ما بحطش ليمون، ما بحطش خل، ما بحطش اي حاجة. يعني انا عن نفسي يعني ما حبيتهاش. يعني جربت مرة كده من زمان نحط ليمون، ما حبيتوش وحسيت انه غير في طعم الفراخ او في اللحم بتاع الفراخ. حطيت هنا بقى الفراخ كلها وحطيت ملح تاني وبدعكها كده. وعايزه اقول لكم مش بنقعها، يعني مش بنقعها كتير، يعني بكتير خالص لو حطيت كده الملح ورحت مثلا عملت اي حاجه سريعه كده، مثلا غسلت الوعاء التاني اللي انا هطلع فيه الفراخ مثلا زي ما هعمل كده دلوقتي. انا هنا بوريكم الميه اللي نزلت منه. الميه دي لو هي مش في مصفى كانت هتبقى الفراخ منقوعه فيها على حد ما ارجع اغسلها تاني، فطبعا وجسمها بيتشربها تاني او لحمها بيتشربها تاني، فطبعا نحطها في مصفى يكون افضل. واغسل بقى المصفى تاني او الوعاء اللي انا طلعت فيه بغسله تاني، اصبنه قبل ما اطلع فيه الفراخ مرة تانية. تمام كده. كنت بقول لكم ان انا ما بغسلش، بس اللي حابب واللي شايف ان هو بيغسل بالحاجات التانية وبتبقى نظيفة معاه. لكن الناس اللي سألتني ان هي يعني بتغسل برضه بتحس ان بيبقى فيه ريحة زفار. فانا بغسل بملح بس، ما بنقعوش كتير. لو سبته 5 دقايق في الملح او 10 دقايق يبقى كويس جدا. يعني ممكن كمان لا، بحط الملح واشتغل وادعك زي ما انتوا شايفين كده كأني بعمل لها مساج بين اللحم والجلد. وشوفوا بحاول بطلع بايدي كده اي حاجة تطلع، المادة اللي هي بتبقى شفافة الزلالية اللي بين اللحم والجلد. انا هنا بقول لكم دي مش مفتوحة، ما نفتحهاش بقى دلوقتي، نخليها لحد ما نيجي نتبل الفراخ ونحشيها نبقى نفتحها. وبكرر تاني هو قدامكم لحد ما اخلص الفراخ. همشي بقى على هذا المنوال او على هذا الحال لحد ما اخلص الفراخ كلها. وفي كل شطفة احاول اعمل الموضوع ده. بطلعها بقى بصفيها كويس واطلعها تاني في المصفى. بخلص كل الكمية دي المية اللي كانت مغسولة فيها بالملح، ده الدور التاني. هنا بقول لكم هنكرر تاني نغسل الوعاء تاني بالصابون. ده السر بقى اللي بقول لكم عليه، مية غسيل الرز. يعني فعلا دي يعني وصفة سحرية، فعلا وصفة سحرية ما شاء الله بفضل الله. اغسلي بيها الفراخ او البط او الوز او الحمام او اي حاجة عندك من الطيور بمية غسيل الرز، ما ترميهاش. يعني عادة لما بنعمل فراخ غالبا بنعمل رز، بنعمل محشي، بيبقى فيه مية غسيل رز معانا، مرميهاش. اغسل الرز وابقى حريصة ان انا اركنها على جنب المية لحد ما ابتدي اغسل بيها الفراخ. لو انا قدامي شوية على ما اغسل الفراخ مثلا، حطيتها كلها حتى بالنشا اللي مترصبة تحت حطيتها وابتديت انزل فيها الفراخ. الدور ده ممكن تحطي معاها ملح وممكن لا، يعني ممكن تكتفي بالغسيل مية الرز فقط، وممكن تحطي في مية الرز شوية ملح مفيش مشكلة. يفضل نسيبها حوالي 15 دقايق كده لو احنا مش مستعجلين في مية الرز وبعدين نغسلها. كانت والدتي الله يرحمها بتفرك قلب الفراخ او الحاجة الطيور يعني بدقيق الذرة. يعني تبقى الطيور لسه مدبوحة قلبها قبل ما تحط فيه مية ولا اي حاجة، تفركه بدقيق ذرة مش دقيق قمح، دقيق ذرة. تطلع كل الزفارة وكل السوائل اللي جوه والدم وكل حاجة تنشفها وتفركها بيه. بعد كده تبتدي تغسلها. الطريقة دي حتى لو الطيور مسافرة من مكان لمكان من غير ما تتجمد في الفريزر كانت بتحافظ عليها، حتى مش بتخسر يعني. كده انا بوريكم اهوت احنا دلقنا المية بتاع غسيل الرز. هنديها الشطفة الأخيرة. برضو هنكرر ان احنا بنغسل الوعاء ده وده بالصابون وبعد كده بنبتدي نستخدمه تاني. هحط بقى آخر شطفة. لو انا حسيت بعد شطف مية الرز ان لسه الفراخ فيها زفارة ممكن اغسل الشطفة دي بمية بملح واشطفها بمية بيضة تاني او اشطفها تحت سرسوب بمية جارية. مهم جدا اصفي الفراخ، مهم جدا اصفي الفراخ قبل ما اتبلها. ده بيساعد برضو على ان ما تبقاش الفراخ زفرة. مجرد ما اخلصها اغسل كل الاوعية بالصابون وكل الحاجات اللي استخدمناها والحنفية وكل حاجة والقطاعة علشان نقضي على البكتيريا فورا. شايفين الفراخ ما شاء الله نظيفة وجميلة، ما بلغناش، غسلنا بس بحاجات بسيطة. يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش اخواتنا من صالح دعائكم في فلسطين وغزة واليمن وسوريا والسودان، ربنا ينصرهم عاجلا غير آجل. كنت معاكم سنة سفود.
أسيبكم في أمان الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.